انا بحسد كورولوس ده بس مش على اللي حصل له، لان اللي حصل له ما يرضيش حد ابدا، لكن على دعم الناس ليه ومحاربتهم علشان يرجعوا حقه، وده اكبر دليل انه فعلا يستاهل محبتهم. ودلوقتي تعالوا اقول لكم حكايته والظلم اللي اتعرض ليه. اللي في الصوره قدامكم ده اسمه كورولوس جاد الله من محافظه المنيا، مركز ملو بالتحديد قريه البرش. ومفيش حد في القريه دي ما بيعرفش كورولوس. كورولوس الكل بيحبه وبيحترمه، شاب مكافح يتيم بيصرف على امه واخته واخوه الصغير، واحد شقيان بياكلها بالحلال، فاتح سوبر ماركت صغير بيفضل ليل ونهار شغال فيه. ولحد هنا هنقف عند واحد اسمه هيثم بطرس اللي في الصوره قدام حضراتكم ده. هيثم ده بقى مشاكله ما بتخلص وليه اكتر من سابقه، لكن مع الاسف حسب ما وصلنا انه بيحصل قعدات عرفيه وخلاص كده كانه ما حصلش اي حاجه. التعدي اللي هو عمله مهما كان صح، يوم 2 3 تحصل قعده عرفيه الموضوع يخلص ويرجع لقديمه تاني، لحد ما خلاص وصل لمرحلة ان الناس بتتجنبه. ومن ضمن الناس اللي كانوا في حالهم وبيتجنبوا المشاكل معاه هو كورولوس اللي فاتح سوبر ماركت على قده وبيتعب وبيشقى علشان ياكلها بالحلال. كان بيتجنبه ازاي ومش عايز يدخل في مشاكل معاه؟ كان بيروح له المحل ياخد حاجات كده ب 100 جنيه ب 50 جنيه، يفتح التلاجة ياخد حاجات من على الرف ويمشي ما يحاسبهوش. كورولوس طبعا عارف اللي فيها، وعلشان هو في حاله ما كانش بيتكلم معاه وكان بيسيبه، بيقول خلاص ما جاتش من ال 100 جنيه ما جاتش من ال 50 جنيه مش هندخل في مشاكل مع الشخص ده بالذات. لحد ما من ايام، والكلام ده كان بالليل متاخر، راح له المحل حسب ما وصلنا، قال له هات 4000 جنيه وهيوصلوا لك على الكاش بعد شويه. فرد عليه وقال له تمام مفيش اي مشاكل، يوصل المبلغ وتاخده منه. او زي ما اتقال برضه انه رايح له كالعاده ياخد حاجاته وما يحاسبش، يعني بالبلدي كده رايح يبلطج عليه. فكرولوس هنا قال له لا ما ينفعش، انا سكت عليك كتير، امشي من هنا ما تجيش عندي تاني. وطبعا التاني علشان عامل حسابه انه بيدخل مشاكل في اي وقت، المطوه في جنبه ما تسيبهوش. اول ما مسك فيه سحب المطوه بتاعته وسحبه لبره في الشارع، وهاتك يطعني فيه في كل حته. الضربات كانت صعبه لدرجه ان هي وصلت للامعاء ومفيش وقت الا وكرولوس مات. الحمد لله اتقبض على المجرم، لكن في كلام يقال ان هو من اهل المجرم بيقول ان هو ايه، اصل هو مريض نفسي، اصل احنا معانا شهايد ليه، اصل هنطلع له شهايد الى اخره. فاحنا جايبين دليل معانا في الفيديو ده، لكن قبل ما نعرضه يا ريت كل الناس وعلشان حق الشاب ده يرجع يعمل مشاركة للفيديو ده في كل مكان ويوصل صوت. المفروض انه زي ما طلع من اشاعات انه هو مختل، انه هو تعبان، طيب تعالوا نروح على صفحة المختل ده ونشوف هو بيكتب ايه عليها وبينشر ايه. بص كده شوف كاتب ايه على صفحته: سقوطنا كان مجرد كذبة اخبرتك بها امك لكي تنام في سلام. فعلا هو مختل. لا تسأل من نحن فنحن من اوصتك امك بالابتعاد عنه. والله حتى الراجل بقى في حاله وبياكلها بالحلال وسمع وصية امه وبعد عنك، ومع ذلك ما سلمش من شره. في النهاية اللي عايز اقوله ان مفيش حد مختل يكتب الكلام ده، هو قتل نفس، ما عملش حاجة كده بسيطة. هو كان بيتعدى الاول وانتوا عارفين، والموضوع كان يتحل بقعدات عرفية لحد ما وصل انه قتل شخص بني ادم يتيم الاب بيصرف على اهله. فلما تيجي الناس وتطالب بحقه يا ريت ما نسمعش اي حاجة تاني غير ان حق الشاب ده يرجع بس كده. ويا ريت كل اللي بيشوفني دلوقتي يعمل مشاركة للفيديو ده ويوصل صوت اهله وكل اهل قريته. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.